مشاكل قابلتني في بدايه الكارير في الجزء الاول. اول حاجه هي عدم الالتزام، ودي لان هي ليها كده قصه معينه معايا، يعني غيرت كتير قوي في منها. طبعا في بدايه الكارير كلنا بنبقى لسه، حتى واحنا في الكليه، لان انا هتكلم تحديدا عن النقطه دي وانا في الكليه، بيبقى عندنا الشغف وانا عايز اشتغل وهعمل اي حاجه، وبص انا هتشقلب في قلب الموضوع. وقتها فعلا كنت لسه مخلص، كنت كمان لسه في ثانيه كليه او ثالثه كليه لو انا متذكر صح، كنت لسه مخلص كورسات الاي او اس الجميله، وعايز بقى ايه، اخد اي حاجه، عايز اشتغل، عايزين نلم فلوس الكورسات اللي احنا دفعناها. فجه حد، لقيت حد منزل بوست عايزين حد اي او اس، عارف ايه، طب حلو. دخلت اتكلمت مع الراجل، وانا ده انا بطلع نار من بقي وبعمل وبتشقلب، بس المهم شغلني معاك. والراجل كان محترم فعلا وشغلني معاه. في الوقت دوت طبعا انا دخلت طبعا في حماس اول شهر بقى ومش عارف ايه، وهو الراجل هيجيب اول فلوس والدنيا جميله، من هنا لهنا بنزق الدنيا مع بعض. طب اول شهر عدى، طلعت حاجه بسيطه الحمد لله، المكنه طلعت قماش. طب بعد كده عتلت لان ما كانش عندي خبره قبل كده، وما كانش لسه في الريسورسز كفايه ان انا ادوس بيها. فلبست. العيب مش ان انت تلبس او ان انت ما تردش او ان يحصل اي حاجه زي كده، هو العيب فعلا وقتها، ودي الحاجه اللي مضايقاني جدا، وده بقى فعلا معنى عدم الالتزام، ان انا ما ردتش حتى على الراجل. انا الراجل كان بيبعت لي وانا ما ردتش عليه، واهملت الموضوع تماما. رحت قافل كل حاجه، قلت لا خلاص انا هقعد في حالك كده ايه على جنب. مش عارف بقى الواحد اتضايق ان هو مش عارف يشتغل بالحاجات اللي كان واخدها في الكورسات، مش عارف الواحد بقى اللي هو ايه، مش عارف ارد اقول ايه. ما كانش برضه حواليا ناس وقتها اسالهم او حاجه زي كده زي دلوقتي طبعا، يعني دلوقتي المجال ما شاء الله مليان ناس كتير، فكان في حاجات كتير. فالعيب مش انك تقول لا انا مش هعرف، هو العيب ان انت ما تقولش اصلا. هو كده كده في الاول وفي الاخر، تحديدا بتكلم عن الناس اللي في الاول، الناس الجونيورز، الناس اللي لسه بادئين الكارير حتى في الكليه او بعد ما خلصتوا الكليه، عادي جدا ان انت تقول لا مش هعرف، عادي ان انت تطلب مساعده، عادي ان انت تكلم حد. بس اللي مش عادي اللي انت ما تتكلمش. عدم الالتزام حاجه سيئه جدا جدا جدا. طب الحاجات اللي مترتبه على كده ايه؟ انا خسرت كوميونيكيشن كان محترم جدا جدا جدا، خسرت شغل كان ممكن يجي لي قدام. وقتها انا صورتي اتهزت قدام نفسي، كنت متضايق جدا اللي هو ايه اللي انت عملته ده. ولحد دلوقتي بدليل ان انا بحكي لك دلوقتي الموضوع ده مع كده، دي حاجه مأثره مع منعم. ففي الاخر الدروس المستفاده ايه؟ حاول تلتزم بكلامك، حاول تبني كوميونيكيشنز قويه، اسال الناس اللي حواليك، ما تتكسفش، لان انت كده كده في الاول وفي الاخر انت واحد عايز تشتغل، فانت يا باشا انحت في الصخر زي ما بيقولوا. ودلوقتي الحمد لله المجال مليان ناس كتير. بس اهم حاجه اللي مبروز بيها ده كله، ما تقولش، او مش ما تقولش لا، يعني ما ينفعش ما تتكلمش، ما ينفعش تفضل قاعد ساكت والموضوع يبقى كده وخلاص، انا نمت على الموضوع وهو ينسى وانا هنسى. مفيش حاجه اسمها كده، الاول في الاخر المجال تنوص غلط. فلازم تتكلم ولازم توضح الموضوع كويس جدا، ولازم تبقى صريح مع الشخص اللي قدامك، عشان في الاخر ما يبقاش انت اللي مقصر في اي حاجه. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده، استنوا بقيه الاجزاء اللي جايه، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.